السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك، نفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، لايكاتكم بقى، وبسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا شفنا منتخب مصر بيفوز على أثيوبيا 2-0 في تصفيات كأس العالم. طبعا الأداء ما كانش أحسن حاجة، اللعيبة بتبتكر من دماغها، كل واحد عايز يجيب جون، كل واحد عايز يقول يلا نفسي، كل واحد عايز يأنن بطريقة مختلفة. طبعا يعني احنا شفنا محمد صلاح نجم ليفربول، وشفنا مرموش نجم السيتي بيخدموا على أسامة فيصل نجم البنك الأهلي. طبعا دي حاجة أصلا أنا مش شايفها. يعني أسامة فيصل مش هو المهاجم الشرس بتاع منتخب مصر. هو لعيبه كويس، بس انا شايفه يعني في الحدود كده. انا شايفه اصلا يعني امكانياته ما تسمحش اللي هو يبقى المهاجم بتاع منتخب مصر الاساسي. يعني الاكوندا مصطفى محمد كان قاعد احتياطي، انا ما اعرفش كابتن حسام مثلا ممكن بيجهز مصطفى محمد ليه ماتش بوركينا فاسو، لان هو ده الماتش المهم بالنسبه لنا طبعا. بس انا مش شايف في مهاجم تالت، انا مش عارف، انا مش شايف في مهاجم تالت. لكن اسامه فيصل ضيع كور وانفرادات غريبه، تقيل في الحركه، مش سريع. بس انا مش شايفه مهاجم منتخب مصر. محمد صلاح ولا مرموش التمركز بتاعهم ما كانش صح خالص. احنا شفنا محمد صلاح شاف بيسقط نص الملعب، شويه يجي في الجنب بيبدل مع زيزو، مرموش هكذا مع تريزيجيه. دي برضو حاجه يعني انا مش كنتش مقتنع بيها الصراحه، لان مرموش مش هو ده مرموش بتاع السيتي. ما هو كده ليك حق جوارديولا يقعدوا دكه. مرموش كل شويه مش عارف يعدي واحد على واحد، مش عارف يندمج. ايه ده يا جماعه؟ في ظل اثيوبيا، والله اثيوبيا انا كنت شايفهم بيعملوا باصات وبيطلعوا بالكوره، والله بيطلعوا بالكوره كويس جدا ضد منتخب مصر. لكن لا، في ارتجال، في كابتن حسام حسن لازم يقعد مع اللعيبه، لازم الاهدار الفرص. احنا لو في ماتش مهم وفي ماتش صعب لو ضيعنا فرص زي دي هنخسر، مش هنتعادل، ده احنا هنخسر، هنشيل فرص. لما تجيلك فرص مع دي وانت معاك نجوم زي ديت خلاص تبقى جوان. انت ماتش زي ده المفروض كنت تطلع فيه سكور، تكسب 6 و7 براحتك، وتدي رسالة قوية لأفريقيا كلها وللمنتخبات. مصر بتعود، مصر لا تخوف الناس، تعمل لك حساب. لكن الناس بتشوف انت بتضيع فرص زي دي وبتكسب اثيوبيا بالعافية 2-0 من ضربتين جزاء. لا دي مهزلة. انا الصراحة كنت قاعد مش مبسوط، لا في حاجة غلط. وكله يلا يعني مصطفى محمد كذا كرة رايحت له، كان في واحد جنبه فاضي، كان تقريبا ابراهيم عادل. لا حتى ابراهيم عادل نازل اناني عايز يجيب جون باي طريقه. يعني كان في علامه استفهام على كذا حد غريبه جدا. الشناوي 10 على 10. انا بالنسبه لي الشناوي يعني من غير ما نقيم اللعيبه، لان تقييمهم انا بالنسبه لي مش عارف اقيمهم لان كلهم ما كانوش في المستوى بتاعهم. الشناوي عمل اللي عليه وشال كورتين، يعني كان هيزعلونا. يعني لو كنا استقبلنا جون ولا حاجه كنا هنزعل جامد قوي. فدي في حد ذاتها لا. يعني انا شايف احنا عندنا ماتش يوم الثلاث الجاي ضد بوركينا فاسو. الماتش ده انا بالنسبه لي ده ماتش التاهل. انت لو ما كسبتش او تعادلت مع بوركينا فاسو انت كده هنستنى بقى بوركينا فاسو المطوشه الباقيه ليها واحنا المطوشه الباقيه لينا، عشان خاطر هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. انت لسه عندك ماتشين بره وماتش واحد فاضل لنا جوه، واحنا مسابقين بوركينا فاسو ب5 بونت. يهمنا نعطل بوركينا فاسو. يعني ماتش يوم الثلاث الجاي مع بوركينا احنا لو تعادلنا انا بقول لك خلاص احنا وصلنا رسميا احنا وصلنا خلاص. ودي اسهل سنه اشوفها في تصفيات كاس العالم لينا، دي اسهل سنه. وان شاء الله كاس العالم ان شاء الله هنروحوه باذن الله السنه الجايه، وهنعمل اداء مشرف. وهنشوفوا بقى بطوله افريقيا كمان الجايه هنعملوا فيها، دي عليها كلام كبير كبير جدا. بطوله افريقيا احنا شفنا منتخبات افريقيا، المنتخبات كلها بقت جامده جدا، بقت جامده جامده. فاحنا هنشوفه اصلا ان شاء الله يوم الثلاث الجاي. اتمنى اداء يبقى اعلى، اتمنى يبقى الفرص اللي تجيلنا نعرف نترجمها لاهداف. وان شاء الله نشوف كابتن حسام حسن هيقعد مع اللعيبه ويتكلم ويبقى ماشي معاهم الاداء هيبقى ماشي ازاي. ويا رب مش عايز اطول عليكم، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.